يا جدي، أخبرني عن بداية المغرب. كيف تأسست الدولة في بلادنا؟ يا بني، حكاية بلادنا طويلة وعميقة. إذا أردت أن تعرف كيف تأسس المغرب علينا أن نعود إلى القرن الثامن. القرن الثامن؟ وكيف بدأ ذلك؟ في تلك الأيام كانت المغرب تحت تأثير الكثير من القوى، وكان الناس يعيشون في فوضى. لكن في سنة 788 ميلادي جاء رجل عظيم من مدينة الحجاز في جزيرة العرب، اسمه إدريس بن عبد الله. إدريس بن عبد الله؟ ولماذا جاء إلى المغرب؟ إدريس بن عبد الله كان من نسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء إلى المغرب هاربا من العباسيين الذين كانوا يطاردونه. قرر أن يؤسس دولة مستقلة بعيدا عن الحكم العباسي. اختار منطقة فاس، والتي أصبحت فيما بعد عاصمة الدولة الإدريسية. هل استطاع إدريس بن عبد الله أن يؤسس دولة قوية